الزمالك ما نعرفش نفرح معاه اسبوع على بعضه. يوم الاحد كلنا احتفلنا بفوز الزمالك ببطوله الكونفدراليه على حساب نهضه بركان. النهارده الخميس الزمالك بيتعادل مع فيوتشر في الدوري بهدف لكل فريق. المشكله ان التعادل النهارده الزمالك مع فيوتشر كارثه بالنسبه للزمالك في الدوري، لان الزمالك ترتيبه في الدوري ال 13. ما ينفعش تتهاون في اي لقاء، ما ينفعش تتهاون في اي بونت في الدوري. ترتيبك ال 13، انت بعد كده هتصارع على الهبوط، مش عارف تفوز في الدوري. الزمالك لازم يكون واقفه في وقفه قويه جدا في الدوري. النهارده بنحب نشكر نادي فيوتشر على الروح الرياضيه، وعملوا ممر شرفي محترم لنادي الزمالك وهنوه ببطوله الكونفدراليه. شكرا نادي فيوتشر. عايزين نقول ان الهدف الاول لجزيري يعني برضو في شك، ايد جزيري الشمال كانت زقه، يعني في حكم يعديها وفي حكم ما يعديهاش. يعني النهارده امين عمر عداها واتحسبت جول، لكن انت ممكن مع حكم تاني ما يعديهاش. فايدك يا جزيري لو سمحت ما تزقش اللعيبه اللي حواليك، عشان انت هتجيب جول وهتتلغي في الاخر. المره دي عدت، المره الجايه مش هتعدي. جوميز مش عايز يتعلم من اخطائه، لعب ابراهيم نداي باك شمال في ماتش سموحه وكان سبب الاساسي في الهزيمه. يتعلم؟ لا ما يتعلمش. يجي النهارده في ماتش فيوتشر يلعب برضه ابراهيم نداي اكبر نقطه ضعف في الزمالك ويلعبه باك شمال ويكون هو السبب في دخول هدف في الزمالك وهدف التعادل في الزمالك. اتعلم بقى، يا تجيب حد من الناشئين يلعب مكانه، يا اما تلعب بثلاثه دفاع ورا وتقفل الدنيا ورا. كمان انت جبت جول في فيوتشر، خلاص بقى انت لسه لاعب ماتش يوم الاحد اللي فات، فاللعيبه مجهده فما تضغطش، هد اللعب. لكن انت بعد الهدف الزمالك في فيوتشر على طول فيوتشر جاب الجول في الزمالك ما عرفش يحافظ على الهدف، ودي نقطه ضعف. المفروض ان جوميز بره يبقى موجه الدنيا ومحرك الدنيا، وده احنا مش شايفينه في جوميز بصراحه. اللعيبه بتاعت الزمالك مجهده جدا ووضع عليها. عمر جابر كان في الشوط الثاني مش عارف يجري، زيزو كان بيجاهد. لا، في مشكله في اجهاد الزمالك ولازم دي يتاخد بالنا منها. بالنسبه لي عواد، انا ما اعرفش اللي بيتكلم فيه ان هم عايزين بيتفاوضوا معاه عشان يجدد ايه. ده كارثه. عواد ده كارثه. اي كوره بتتشاط على 3 خشبات في الزمالك بتيجي جول، بيترمي اي حاجه، مفيش تركيز بجنيه. ارجوك يا حسين يا لبيب من دلوقتي دور على حارس امين لنادي الزمالك. البطوله دي عدت على خير الكونفدراليه، بعد كده مش هتشوف بطولات تاني بالوضع ده، مش هتشوف بطولات تاني. وانا بقول لك اهو، احترس احترس احترس. حراسه المرمى من اهم اماكن اللي موجوده في الفريق. لو حارس ضعيف خلاص اي كره هتتشاط تدخل في الجول، مش عمرك ما تعرف تجيب بطولات. الزمالك النهارده فيه فرص ضايعه كتير جدا. كره ناصر ماهر، عبد الله سعيد شاط صاروخ، حارس المرمى ردت لناصر ماهر قدام الجول انفراد. ناصر ماهر ضيعها بطريقه غريبه. ناصر ماهر يعني عنده احسن من كده، كان ممكن يبصيها للجزيره على يمينه وكانت خلصت. الفرص دي اللي بتفرق، التفاصيل دي اللي بتفرق في البطولات. جون زي ده كنت خلصت بيه الماتش 2-1 والماتش خلص، لكن انت ضيعتها على نفسك. في فرصه ثانيه جت لمصطفى شلبي قدام الجول وداخل مندفع، ادخل شمع الجول، لكن مصطفى شلبي تفكيره ياخد ضربه جزاء، فخبط رجله في رجل لاعب فيوتشر والكره ضاعت والحكم ما حسبهاش ضربه جزاء. انت كلاعب لازم يبقى عندك يعني، امين عمر مش هيحسب لك ضربات جزاء، فما تحاولش. كره سهله تتشط تتشمع في الجول يا مصطفى شلبي. صراحه ادائك الفتره الاخيره يعني مش حلو وسيء، ونقطه ضعف كبيره في نادي الزمالك، وبنفتقد لاعب زي بن شرقي. كان عامل جابها في الشمال دي، كان عامل جابها صاروخيه، بيشوط ويرقص ويباص ويعمل كل حاجه. لكن مصطفى شلبي لا، ماتش و10 ماتشات لا، ومفيش ذكاء كروي. كره زي دي كنت شطها خلصتها، هتحاول تعمل فيها ضربه جزاء. على فكره لو جت ضربه جزاء كانت برضو امين عمر مش هيديها لك. خساره كبيره فعلا جدا. تاني بقول ان ترتيب الزمالك في الدوري يخوف ولازم كله يتصرف. انت في المركز ال 13، مفيش نقط تضيع تاني.
اي نقط تضيع بعد كده انت ترتيبك هتروح فين بعد كده. التعادل بطعم الخساره لنادي الزمالك، ودايما الزمالك للاسف معودنا بعد البطولات لازم يتعادل او يخسر. النهارده انا شايف ان كانها هزيمه. بالتوفيق للزمالك في اللي جاي، بس يا ريت نتعلم من اخطائنا.